تقدم أن هذا الكتاب لم يوضع تصنيفاً، وهو ملتقط من كلام العلامة ابن سعدي، ويبرز فيه منهجه في التعليم من اختصار القول ووضوح العبارة وسهولة الإفهام مع الاعتناء بالأدلة والنقل عن الأجلة، فهو يذكر فيما يحتاج إليه دليلاً من القرآن أو من السنة، وربما أحال على أحد من المصنفين المعتمدين في علم الاعتقاد كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي عبد الله بن القيم رحمهما الله. وهذه خصيصة وهبها الله له، فتقدم بها على غيره من أهل زمانه، حتى حسده من حسده وتكلم فيه من تكلم فيه ظلماً وعدوانا. وقد أخبرني أحد تلامذته وهو شيخنا محمد بن عبد العزيز بن حنطي رحمه الله أنه قصد الرياض من بلدة شقرة وأقام فيها سنين يدرس العلم، ثم سمع بنبوغ رجل يقال له عبد الرحمن ابن سعدي، وأنه مع تقدمه بالعلم فإنه يذكر بالسوء ومخالفة أهل السنة. قال: فاهتبلت مرة فرصة زيارة أهلي في شقرة، فخرجت إليه ودخلت مسجده في الضحى، وكنت أضمرت في نفسي أسئلة ألقيها عليه لأتحقق من صحة اعتقاده أو مخالفته أهل السنة. قال: فجئت إليه واستكبرت فلم أجلس في حلقته وجلست وراءها، فلما سمعت كلامه وحسن تقريره وأنه ينقل عن الأئمة المعتمدين كابن تيمية وابن القيم عرفت أن الرجل محسود. قال: وبقيت في نفسي بقية، وكان المجلس قد وافق العقيدة السفارينية، فعلمت أن الرجل سلفي، فلما قام أخذت أمشي جنبه وألقي عليه أسئلة في العقيدة، فكان يجيب فيها كالسهم ويذكر لي كلام ابن تيمية وابن القيم. قال: فحملني ذلك على أن رجعت إلى الرياض، ثم أخذت متاعي وألقيت بجيراني عند الشيخ ابن سعدي فلازمته حتى مات، واستفدت منه ما لم أستفد من غيره. وهي قصة مناسبة لحاله وحال تدريسه، مع ما وقع له من بعض من حسده وسعى له، وكون ذلك المجلس كان في تقريره على العقيدة السفارينية التي هي المتن الذي قرر عليه في هذا المدون.